خلاص بلا صياح، أرجوكم بلا صياح. الوضع ريلاكس خلاص، أدري إني ساحب. الوضع ريلاكس ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس خلاص. زمان كان معه شعر أو قصيدة يذهب لمكان بعيد ويكتبها، ومن بعد ما يكمل لما يذهب بنزلها ولا يعلقها في بيت الشعر. أما هذه الأيام أنت أخباص وكذا تضلي لراسك، لا حاجة كلها تلمو ولا لا ملح ولا خيبة. طيب الآن عرفتم على ايش نتكلم. نتكلم عن الباصات اليمن اللي هو القصائد والشعر وبس. لا تنسى زر اللايك والاشتراك وضغط الجرس. خلينا نبدأ. النية جي كلاس والواقع باص. لو كانت النية باص في قال لك الواقع يجي كلاس. من قد وقد ومن تخرج قعد. قوية هذه الحال يعني مدح. شجع الشباب، شجع الشباب. رأيت كل شيء جميل فاعلم أنك سكران. يعني ما فيها حاجة جميلة إلا وأنت سكران ولا ما تسبلاش. على أبو شكلك ما أحلاك. يا جماعة هذه قوي. نفسي أدعي لك بالجنة بس النار أدفالك. يعني هذه دي بمنتهى الدقة والفصاحة. اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ أنا كاتب لك هنا كيف قد الناس كويسين يا عمنا، نسأل عنك كيف حالك أنت؟ روح عم روح عم روح لا خلي الناس تضحك عليك. روح بعد ليش تسويها؟ عندما يستقيم هذا الخط سيحبك الجميع فقال لا حبيبي، من هذا الحب خلوا لك، احنا ما نشاش. يا غبي حبيبي. تحدوني بالخيانة وغلبناهم بالوفاء. وينك يا حمزاوي؟ تعال علق بدالي. يقع رجال الدنيا بخير كيف بيقع رجال لا هي حازقة. What this أنت حازق. تعيش في أمريكا تربح الدنيا، تعيش في مكة تربح الآخرة، تعيش في اليمن لا الدنيا ولا الآخرة. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. يعني احس الجملة كذب، يعني لا رحت لا مكة ولا امريكا، كذب ما ادري انه صدق انه. الله يخرب بيتك وانت ورانا في كل حتة. طيب هذا كان حلقتنا اليوم، ولا تنسى اللايك والاشتراك وضغط الجرس وبس.